السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. جايلكم بقى النهاردة بوصفة اقتصادية جدا 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 وموفرة لأبعد ما تتخيلوا. تحفة، ومش هتصدقوا ان الحلاوة والجمال اللي قدامكم ده معمول بمية ودقيق بس، مفيش اي اضافات تانية، لا في بقى لبن ولا في زبادي ولا. مش كده وبس، لا ده كمان الكمية اللي انت شايفاها دي كلها معمولة ب6 كوبايات من الدقيق بس. يلا بقى كده، المدارس خلاص دخلت، فهنشوف بقى الطريقة وتعمليها كده لأولادك، بتكون سهلة في الفطار. أنا عملتها من غير أي حشوات. انتي بقى طبعا يعني الأولاد كده يفتحوها يحشوها بقى زي ما هم حابين، عايزين يحشوها شوكولاتة، جبنة، النوع اللي يحبوه. الحشوة بقى اختياري، يعني أنا سبتها لك انتي، ماشي؟ فيلا بقى نبدأ الطريقة بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. معايا كده هجيب البولة بتاعتي، ومعايا الكوباية اللي انا وريتها لكم دي، هي اللي انا عايرت بيها، هي المج او الكوباية اللي انت تعايري بيها، هي دي اللي انت هتمشي بيها في باقي المقادير. ضفت كوبايتين من المية الدافية، وهنزل بمعلقة من الخميرة، خميرة فورية، ونص كوباية من السكر لو انت عايزة السكر ظاهر فيها. لو انت عاوز تقليل السكر مفيش اي مشاكل. انا بحبها انا والاولاد السكر يكون باين فيها، فعشان كده زودت سكر. هبتدي بقى ان انا اعجن كده، اعجن كويس جدا. هنزل كده ب6 كوبايات من الدقيق، ونص كوبايه ميه كمان، نزلت بنص كوبايه ميه كمان لحد العجينه ما لمت معايا. انتي بقى نوع الدقيق بيفرق يعني وبيختلف. اول ما العجينه ما هتلم معايا كده وتشرب السوائل بتاعتها، هبتدي انزل بنص كوبايه من الزيت، وعجن تاني كويس جدا. كل ما تخدمي العجينه وتعجنيها كويس جدا، كل ما تديكي نتيجه تحفه. تمام كده، هفضل اعجن كويس جدا لحد العجينه ما تنعم في ايدي. زي ما انتم شايفين كده الملمس بتاعها قطني وحلو جدا. هسيبها بقى تخمر لحد حجمها ما يتضاعف ونرجع تاني. خلاص كده هنا خمرت معايا. هبدأ بقى ان انا اشكلها. التشكيل طبعا بقى يعني الشكل اللي انت تحبيه او الطريقة اللي انت تحبيها. انا هنا كده شكلت منها على شكل الضفيرة، وهنتعلمها بتبقى ازاي مع بعض، وعلى شكل القرص العادية التقليدية جدا يعني. بس هنا كده بوريكم ملمس العجينة ناعمة جدا وطرية وقطنية بطريقة ما تتخيلهاش. مش هتصدقي ان العجينة دي معمولة بشوية دقيق ومية بس. ابتديت ان انا هنا كده اشكلها. هتكوريها كده وتقفليها كويس، وبعدين هتبتدي ان انتي تفرديها كده بايدك بالراحة، مش هنرققها قوي يعني. هتدوس عليها يعني، هتضغطي ضغطة بسيطة كده بايدك، مش مستاهلة يعني نشابة او حاجة تفردي بيها. ضغطة بسيطة كده وخلاص، علشان تديك ارتفاع. هعمل بقى الكمية كلها كده بنفس الطريقة. خلاص كده انا رصيت الصاج معايا اللي هو الشكل المدور القرص العادية. هاجي كده بقى هنعمل الضفيرة. هنقسم كده 3 كور كده، يكون حجمهم كده او مقاسهم واحد، وهنبتدي ان احنا نعملها كده زي ما انتم شايفين في الفيديو. وهنبتدي ان احنا نرص ال3 كده جنب بعض، ونبتدي ان احنا نضفر ضفيرة عادية جدا. واللخبطة اللي بتبقى من فوق ومن تحت دي مفيش اي مشاكل، لان الحتة دي احنا هنقصها كده علشان شكلها يكون مهندم ويكون حلو. دي كده الضفيرة بتاعتنا بسيطة جدا وما بتاخدش معاكي وقت، وبتبقى مدية شكل حلو جدا للعجين. خلاص كده بقى خمرت معايا وسبتها لحد ما ارتفعت كده. هبتدي بقى ان انا ادهن الوش بمعلقة من العسل الاسود، وعليها شوية مية، وهندهن القرص. زي ما احنا عارفين البيض غالي جدا، ولو انت جبت البيضة وعملتيها يعني ممكن الباقي كمان هيترمي معاكي. فالعسل بشوية المية دول بيدوها شكل حلو، وفي نفس الوقت حاجة اقتصادية كده يعني ومش مكلفة. تمام كده اديتها دهنة، وابتديت ان انا ازينها كده بالسمسم، ولو عايزة تحطي حبة البركة مفيش اي مشاكل. زي ما قلنا بقى دهناها بايه؟
معلقة من العسل الاسود على شوية مية، وهبتدي ادخلها الفرن على اعلى درجة حرارة. المعجنات بتخش الفرن على اعلى درجة حرارة، هتخش تلت ساعة وتابعيها برضو عشان على حسب حرارة الفرن بتاعك. واول ما تشوفيها احمرت كده من فوق ومن تحت بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، هتبتدي ان انت تخرجيها وتديها رشة كده بالبخاخة، رشة مية اول ما تطلع، وتغطيها بفوط علشان تفضل طرية معاكي. انا كده رشتها بالبخاخة كده، اديتها بختين وابتديت ان انا اغطيها بالفوطة عشان تبقى طرية. ده كده بقى الشكل النهائي خلاص. اتمنى تكون عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة، واتمنى ان انتوا تجربوها كمان لانها هتعجبكم انتوا كمان جدا وهتبهركم زي ما بهرتني. كده الكمية معانا اللي احنا عملناها من 6 كوبايات من الدقيق بس زي ما قلنا في اول الفيديو. يا رب بقى تكون كانت وصفة سهلة وخفيفة عليكم، اشوفكم في فيديو جديد وطريقة جديدة ووصفة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو في اي سؤال برضو عند اي حد سيبهولي في التعليقات وبرد على التعليقات كلها. مع السلامة.